واليوم حبيت نشارك معكم الوصفة تاع الحلوى المفضلة عندي اللي هي الجلجلانية معسلة للقلب. ديجا أنا الحاجة اللي تكون فيها الكاوكاو كامل نموت عليها، وسورتو بهذه الطريقة جات ما شاء الله. جربوها. نسحقو هنايا رطل تاع الكاوكاو يكون محمص ومرحي، تحبوا ديروه مقشر ولا بالكشور تاعو كيما تحبوا. زدت هنايا الفانيليا ودرت رشه مليحه تاع الملح، لازم ديروا الملح باش يجي الذوق متوازن. زدت كاس الا ربع سكر عادي، وكاس الا ربع جلجلان محمص، والجلجلان هو السمسم. هنا زدت كاس تاع الفرينه محمصه راح تمدلو بنه هايله، وزدت 150 غرام زبده تكون بحراره المطبخ، وزدت 2 مغارف كبار تاع العسل. وهنايا نحاول نمزج مليح هذوك المكونات حتى تمتزج يعني هذيك الزبده وتولي ما تبانش بهذا الشكل. ومن بعد نلمها بيضه وبياض وصفار بيضه. هنا درت بيضه كامله ونخلطوها مليح بهذا الشكل، ومن بعد زدت صفار بيضه ونزيد نخلطها مليح. نتوما اذا شفتوها جاتكم بزاف ناشفه وتتفتت كملوا ضيفوا صفار بيضه واحده اخر. بصح اذا جاتكم كيما انا هكذا معناتها راهي واجده، لازم تحصلوا عليها تكون طريه بهذا الشكل ومتماسكه. نبدا نشكل فيها، نديرو حربوش بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه، وندهنوها ببياض البيض اللي خليته قبيل. متدهنوهاش بزاف يعني مشيو الفوق هذا مكان باش ما تهزلكمش بزاف الجلجلان، ونفوتها في الجلجلان بهذا الشكل. ومن بعد تزيدوا كوروها شويه باش يلصق فيها، وقطعوها مقروطات بهذا الشكل. ونحكموا ثاني في الاطراف نديروا لهم شويه جلجلان باش ما يبقاوش فارغين. هنا كملت الكميه اللي بقات لي كامل بنفس الشكل، يعني سهله ماهله والله غير بزاف سهله. وتقدروا ثاني ديروا بليمول تاع الكاطو، ديروا دويرات ولا كيما تحبوا. هنا درت شويه بياض من الفوق باش نلصق اللوز. تحبوا ديروا جوز كاوكاو كيما تحبوا ديروا المكسرات. اضغطوا عليهم مليح شويه. وهنا بعد ما كملتهم كامل ندخلهم للفور يطيبوا على 180 درجه، والفور يكون شاعل من الفوق ومن التحت. بعد ما يتحمروا لي بهذا الشكل نحيهم وهما سخونين نعسلوهم. تحبوا ديروهم في وسط العسل وتخليهم يشربوا مليح ديروهم. انا نشتي نديرهم بهذه الطريقه باش ما يشربوليش بزاف العسل. وبعد ما يشربوا لي الطبقه الاولى نزيد نعاود لهم طبقه ثانيه تاع عسل وهما واجدين. وهنايا بعد ما وجدت الجلجلانيه جات بزاف بنينه بزاف هايله، جا فيها المذاق تاع البقلاوه وجات من اروع ما يكون. جربوا هذه الوصفه ماكمش راح تندموا عليها لانها صح رائعه. وبسلامه الى فيديو قادم.